كده اجمد طريقه اندومي بتاعت العيد طازه، اطيس حاجه ممكن تعملها اليومين دول الحر ده واسهل ما يمكن. طبعا الاندومي المكسيكيه بتاعت العيد. مش مكلفه، منشن لصاحبك ماشي وسيبوا قلبتي. الفيديو ده عشان هتجربوها لجوع اخر الليل بسرعه. ده يا جماعه مش يلا بينا على الطريقه على طول، وتعالوا اقول سخنه. لكم جبت ايه، ما فيهاش اي حاجه العيد معينه. اجمد مع الطريقه دي. حلة على النار هنحط فيها كوبايه ونص ميه، بعد كده هنجيب اندومي بالخضار او على حسب النوع اللي انتوا بتحبوه، شطه ونوع بديل الشيتوس وهو الجولي. بعد كده نحط الاندومي على النار، بعد كده معلقتين صلصه كبار، هننزل بالسبع بهارات والتتبيله القمر بتاعتنا. هنا بقى الكارثه اللي انا ايوه فضي الشطه، طبق شطه كامل كده، فضي 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 ما يهمكش. بقول لكم للكبار فقط، لو قلبك جامد كمل، واتحداك اللي هيكمل الطريقه دي ل 500 جنيه. وهنا بقى بما انكم هاجمتوني الفيديو اللي فات عشان الشيتوس، جبت لكم اجمد بديل للشيتوس من ايام زمان اصلا، وهو الجوليو يا جماعه. الجوليو ده حاجه كده اختراع جامد من ايام زمان، طلع فعلا طعمه اجمد من التركي ومصري. ايه ده؟ لا دم هتنفخني عادي. كده هنحط صوص الكاتشب الحار، بعد كده ننزل بتوابل الاندومي، وهنمكس كل ده مع بعض. لو لقيتها تقلت معاك زود ميه بس مش كتير، هتبدا تقلب وتمكس لحد اما يبتدي اللون الاورنج ده. الاندومي المكسيكيه بتاعت العيد. ومشروبك بقى المفضل، وعيش وبألف هنا وشفا على قلبك. اعمل منشن لصاحبك بسرعه، جربوها لو انتوا قاعدين في الزبده يا ملل جماعه بالليل ومش عارفين تعملوا ايه. سيف الفيديو ده بسرعه لان الطريقه دي هتنقذك صدقني. سخنه موحوح. وهنا ابتديت اكل معلقه في الاولى، في الثانيه، في الثالثه. عايز اقول لكم الطريقه دي العيد اجمد مع ادمنتها. الطريقه دي.